السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الشاب منصور في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. النهاردة بالمكونات البسيطة اللي قدامكم دي: طماطم صغيرة، فلفل أحمر، فلفل أخضر، حبة من البصل الأخضر الجميل، نص ليمونة، زبدة بلدي، وهنا معايا الشبت متخرط، ودي الفراخ متقطعة بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. هنعمل أحلى أكلة دلوقتي مع بعضينا خطوة بخطوة، خليكم معايا وما تنسوش اللايك في الفيديو. شكرا ليكم على التشجيع الجميل لقناة الشيف منصور. هنبدأ بسم الله. نجيب الطاسة بتاعتنا ونحط السمنة وننزل بالفراخ واحدة واحدة، نشوف النتيجة في نهاية فيديو النهاردة. شكرا ليكم، يلا بينا بسم الله. كده الخطوة الأولى نزلت بالسمنة بتاعتي، وهنزل بالشبت والفراخ بتاعتي المتقطعة، ونقلب خطوة بخطوة ونضيف باقي المكونات مع بعض ونبدأ في التقليب. أحب أشكر الناس الجميلة اللي تابعت البث المباشر اللي نزلناه آخر مرة مع بعض، وعلى اللايكات والكومنتات الجميلة اللي عملناها وعملتوها. شكرا لكم، واحنا مستمرين مع بعض ان شاء الله في اكلات جديدة من نوعها بشكل مختلف خطوة بخطوة. هنزل بالخضروات اللي قطعتها. اول حاجة الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، وهننزل بالبصلة واخر حاجة هننزل الطماطم معايا، كله بالمنظر ده مع بعضه، وهنبدأ نقلب. هنا زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نحط حبة من الملح الناعم، وحبة من الفلفل الأسود، ونجيب نص الليمونة بتاعتنا ونعصرها بالمنظر ده، ونجيب غطا ونغطي على المكونات بتاعتي. طبعا هنديها تقليبة سريعة، ونجيب غطا ونغطي ونسيبها لمدة 10 دقايق، وبعدين نقلب مع بعض ونشوف النتيجة. الأكلة دي طبعا بتتاكل كده عادي، وبتتاكل بالعيش في نفس الوقت، ممكن تعملوا سندوتشات مفيش أي مشكلة. الفكرة من طبق النهاردة إنها مختلفة عن الأكلات اللي بنعملها، مفيدة جدا لأصحاب الرجيم. هي هغطي على المكونات بتاعتي واسيبهم لمدة 10 دقايق، وبعدين هنشوف مع بعض النتيجة. طبعا مدة 10 دقايق مع التقليب نخلي بالنا دايما على نار هادية يكون أفضل، عشان الحاجات والمكونات ما تتحرقش معايا. هنا بسم الله ما شاء الله المكونات بعد مرور 10 دقايق خلاص كل حاجة قربت تستوي معايا. شوف الجمال. أجمل فراخ. كده مش فاضل معايا غير طريقة التقديم، يلا بينا.
ودي يا حبايب قلب الشيف منصور، يا رب تكونوا بخير زي ما بقول لكم دايما. ده كان طبق النهارده وفكرة النهارده، طبق سهل وبسيط، مكونات زي ما حضراتكم شفتوها، مفيش أجمل من كده، بطريقة سهلة جدا جدا جدا. أتمنى يكونوا استفدتوا من أكلة النهارده. شكرا لكم على المشاهدة الجميلة، وانتظروا إن شاء الله المزيد والمزيد من الشيف منصور، نعمل حاجات تانية كتيرة مع بعضينا. ده كان طبق النهارده، فراخ وفلفل أخضر وفلفل أحمر وشبت والبصل، مع طريقة التقديم الجميلة اللي عملناها. أحب أشكركم كمان مرة، وانتظروا المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.